السلام، نتمنى تكونوا على خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. انا اليوم جيت نحضر معكم تورته طبقات سهله مهله ودغيا توجدوها، وخليكم معايا في الفيديو باش ندوزو المقادير وطريقه التحضير. وقبل ما ندوزو المقادير وطريقه التحضير، كيف ما كنعاودكم معايا دائما، ضروري ما كنقطع لكم واحد الطريف باش كتشوفوها كيفاش كتجي من الداخل، وداك الطبقات كيفاش كيجيو فيها. هانتوما كتشوفوها كيفاش كتجي من الداخل، كتجي بطبقات وكتجي حتى المذاق رائعه، ما تشبعوش منها. ويلا دوزوا معايا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله. عندنا هنا جوج بيضات يكونوا بحراره المطبخ، ونصف كاس سكر عنبه سنيده، وساشيه ديال نكهه الفانيلا، نصف كاس ديال الزيت النباتيه، نصف كاس ديال الحليب. عندنا هنايا ملعقه كبيره من الكاكاو المر، قبيصه د الملحه والدقيق، وساشيه د الخميره الحلويات. غنجي واحد لوبول، غندير هنا ديك القبيصه د الملحه، غنضيف عليها البيض. بالنسبه للمقادير غادي نخليها لكم صندوق الوصف يعني مكتوبه. من بعد كنضيفو ساشيه ديال الفاني كيف ما كتشوف معايا في الفيديو، ودائما باستعانه الطراب الكهربائي الباطر. وانا كنخلط داك العناصر وكنضيف داك السكر اللي قلت لكم، نصف كاس ديال العنبه ديال السكر، وانا مع التطريب مستمر كتنسجم العناصر مع بعضياتها كيف ما كتشوف معايا في الفيديو. هنايا كندير عاوتاني نصف كاس ديال الزيت النباتيه، دائما بالعباد الكاس العنبه. كنضيفوا الحليب، وحنا مع التطريب مستمر بحال هيدايا كيف ما كتشوفوا معايا. دابا غادي نديروا مرحله نديرنا الكاكاو المر، غادي نخلطوه حتى هو بالباطور. دابا غادي ندوزو لمرحله الدقيق. بالنسبه للدقيق انا غادي نعبرو معكم هنا بالمعالق كيف ما كتشوف معايا في الفيديو. في الاول درت هنايا 4 معالق ديال الطحين معمرين. بالنسبه لخميره الحلويات انا غندير منها غير معلقه صغيره، هانتوما كيف ما كتشوف معايا في الفيديو. درت معلقه صغيره والاخر بقى في الساشيه. غادي نستعين هنا بالفوي. هنايا درت انايا دخلوا لي 6 المعالق ديال الدقيق كيف ما كتشوفوا معايا. في هذا الاثناء انا عندي الفران مشعول كيسخن، نتوما كتشوفوا القوام ديال الخليط ديالي كيفاش خصو يجي. هنايا جبت المول ديالي، فرشت لو بابي كويسون، كنكب فيه الخليط ديالي ديال الكيك باش نحطو يطيب في الفرن. هنا غادي نحطو يطيب. دابا هنا غنصاوب واحد الكريمه د الفلان، عندي نص لتر د الحليب وجوج ساشيات ديال الفانيلا. عندنا هنا 3 معالق د السكر وجوج معالق ديال النشا، وعندنا فلان ديال الفاني. بالنسبه للمعالق كنعبروا بالمعالق كبار. غنجيب هنايا الهاشوه، غندير داك نصف لتر حليب كيف ما كتشوفوا معايا. كنضيف هنايا السكر اللي قلت لكم 3 د المعالق، ومايزينا عندنا 2 معالق ديال المايزينا، يكونوا معلق معمرين بالقبه، معلق كبار. كنضيفوا هنايا فلان ديال الفانيلا ساشي واحد، وكنخلطوا كلشي بالهشوار. من بعد ما خلط العناصر كامله كنجيب داك العناصر كنكبهم في الكاسرول بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا. وفي هذا الاثناء غادي نديهم من البوطه، وانا مع التحريك المستمر حتى كيعقد، وكنحيدهم فوق البوطه. هنايا كنوريكم هاد الفانيلا انا ما عملتهاش حتى يوجد لي الخليط ديالي د الفلان وكيقصح لي فوق البوطه، وانا مع التحريك المستمر كنحيدهم فوق البوطه. كنضيف له دوك 2 اكياس ديال الفانيلا، كنخلطهم بهذه الطريقه كيف ما كتشوف معايا في الفيديو. هنا من بعد ما طابت لي الكيك وبردت لي مزيان كنضيف لها ديك الطبقه ديال الكريمه الاولى كيف ما كتشوفوا معايا.
كنسرح على الوجه د الكيك ونحطها في الثلاجه. ندوزو الطبقه الثانيه، عندنا نصف لتر حليب، كنضيفو دائما هنا نصف لتر حليب، 3 المعالق ديال السكر و2 معالق ديال المايزينا. غير هنايا غادي نعملو فلان كراميل. الطبقه الاولى درنا فلان ديال فاني، هنا الطبقه الثانيه غنديرو فيها فلان كراميل، وعندي هنايا لاغون ديال كراميل. نكهه الكراميل راه كتكون موجوده عند محلات الحلويات. صافي حتى هي كنضيف منها واحد الملعقه كبيره هيدا، وكنطحن كلشي بالهشوار. صافي وكنرجع داك الخليط في الكاسرول حتى هو، وكنحطها فوق النار، وانا مع التحريك المستمر كيعقد لي الخليط وكيوجد. وهنا من بعد ما عقد لي الخليط اوجد لي، كيكون عندي الطبقه الاولى ديال الكريمه اللي عملت معكم قبيله التي بردات في النبيره، كنضيف عليها الطبقه الثانيه ديال الكريمه اللي خصها تكون سخونه. صافي كنسرحها من الوجه ديالها وكنحطها في النبيره تبرد في الثلاجه. انا ذوبت شويه ديال الشوكولاته الاسود في حمام مريم، ودرت له واحد المعلقه صغيره د الزيت، ومن بعد ما داب لي درت له 2 معالق ديال دانون ديال الفانيلا، وكنخلطهم بهذه الطريقه. هنايا الطورطه ديالي من بعد ما بردت لي مزيان كنجي كندير لها الطبقه الاخيره بشوكولاته السوداء ودانون كيف ما كتشوفوا معايا، وزينت انا هنا بالكاوكاو كونكاسي. وهذا هو الشكل النهائي ديال التورته اللي حضرت معكم اليوم، ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وبالصحه والراحه.